السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. شوفوا الموضوع تاع اليوم ما وجدت له ما كتبت له ما راح ندير فيه يعني والو، مجرد انه جا في راسي قلت والله غير نشاركه معاكم. شوفوا كنت بزاف ندور هكا في الانترنت نصيب بنات يقول لك ما راناش نلحقوا مع التربيه مع هذه مع الشغل، بالك هما غاشي في الدار، بالك يعني كاين بزاف امور ما يتلحقش المراه كاع، سواء لا ماما الام بالك الزوجه بالك زوجة الابن بالك اي وحده. المهم شوفوا كاين دي سوكري احنا لابالنا كلنا كنساء. انا وحده جربتها، جربت التربيه تاع الليل، صح صعيبه الصباح ما تقدريش تنوضي، ومام لو كان يكبر لو بيبي تاعك ويولي في عمره عامين تقعدي تعاني. يجوا واحد لي فاز، يجوا لي واحد الفترات اللي الطفل يتبدل فيهم، ينوضوا له دروس السنين، مرات يمرضوا بالحمى، مرات يجوا دوك لي فيروس تاع ليبيديمي تاع الهواء، القيالات دياري حاشاكم بزاف امور. دونك لو بيبي يصرالو خلل تما، قلت لكم حتى لو كان يكون عامين يصرالو خلل، دونك ما يخليش لا مامون تاعو ترقد في الليل. المراه اوتوماتيكمون غدوه من داك تلقى كاع تنوض مدمره. سي بون، فهمتوا؟ خلي بلا التعب لما تكون هي مريضة بالتربية تعيي البنات على بالنا بها، لكن واش نديروا؟ الله غالب، ربي عطاها لنا نكونوا قدها، ولو كان ربي ما شافش انه رانا قادرين لها ما يمدهناش. الوحده تصبر، تعرف باللي ما راهيش في الجنه، راهي في الدنيا دار شقاء، ما راهيش دار راحه وكامل. دونك الوحده تستعين بربي سبحانه وتدعي ربي سبحانه، ما مرة على مرة تشكي على بالنا قاع نشكو قاع هكا، بصح نتفكروا ندعيو في صلاتنا ربي يعاوننا ربي يقدرنا الى اخره. حبيت ننبهكم في واحد النقطة، شوفوا سواء كنتي خدامة ولا قاعدة في الدار، كاين واحد لا روتين كي ديريها صابون غدوة من داك كي تنوضي تلقاي روحك نهارك مليح، نفسيتك مليحة، تلقاي روحك حتى لو كان تجوزي ليلة صامتة ليلة ماشي مليحة، عيانة سهرتي الليل قاع ما رقدتيش مليح، البيبي تاعك بعيد الشر كان مريض مسكين ولا. شوفي صدقيني كي تنوضي تحسي بوحد الراحة بوحد النعمة، حتى تعود على لو بيبي تاعك على وليدك. شوفي لو كان وليدك مسكين تعطيه الصباح كينوض الحنان الحب، تلعبي معاه تشبعيه تعنقيه تبوسيه توكليه تلبسيه تعوميه شويه في الماء، يلعب شويه بالتراب بالرمل هكا. اذا كان عندك هذيك الرميله الفيك اللي راهي تتباع، يعني تروحي لي سوبر مارشي الكبار في ارديس ولا تلقايهم فيك، فهمتوا؟ الرمل ماشي تاع الصح. تقدري تشري ان ساشي لولادك ولا ما رمل تاع البحر تجيبيها، حاولي انك تغسليها مليح، قطريها في كاش اذا عندك وسمها، اذا عندك مخده فارغه فوالا قطريها في مخده فارغه خليها تنشف وخلي وليدك يلعب بيها. شوفوا ما يصرالو والو، بالعكس التراب الرمل الماء هادو امور حسيه لازم يتعلمهم الطفل. لازم سورتو اذا كنتو في الباطيمات ما كاش وين، دوك انتي سيديرو ان كوان، ما ديريش ديري دو بريفيرونس في البالكون، مي ايفيتي يروح التراب والرمل في البالكون. ديري في باسينه كبيره ولا في هذوك لي بوي الكبار. وتاني في الصال دو بان ايفيتي الرمل ولا التراب يطيح في المجيريه باسكو راح يبلوكي الحاله، وراح كل حاجه تتبوجا ويولي عندك ان بروبليم اونتر بينك وبين لو فوازان تاعك. دونك حنايا باش نيفيتيو هاد الامور نعاودوا للموضوعنا. قلت لكم الطفل لو كان تشبعيه وليدك، يعني هما التربيه هي اللي تكون صعيبه، كاين عندها ثلاثه وكاع صغار واحد مور واحد. والله يا البنات نعرف وحده تاع عندها عام وولدت، دونك ايماجين انتي عامين عام وزات ولدت وين بيها تبي تقطعي شعرها، ما تلحقش المخلوقه نكتبوا والله ما تلحقها، مي الله غالب. يا مزيه ساكنه مع دار العائله ويعاونوها تما، وواحد يجري معاها من واحد من وخلي مسكينه مي هكذاك وتجري وتضل تكومباطي وشنو. كيما كنت قلت لكم في فيديوهات سابقه تاكل مليح تاكل مليح، عندها نظام غذائي تاعها تاع المناطق اللي يكونوا في تاع المناطق شتو هذاك المناطق اللي تكون شويه هكا في الجبال وكامل، يكون عندهم واحد النوع تاع النسمه تاع الهواء وكامل تكون مليحه. ومام كي ياكلوا حاجه بيو، الدجاج تاعهم دجاج عرب، البيض بيض عرب، الخضره تاعهم بيو، دونك ياكلوا غير المخير. عندهم واحد النوع من القوة هكا الجسدية والبنية الجسدية،
وتعرف تشرب لي تيزان، تشرب كذا، سما عندها واحد المخزون هكا، ماشي كيما وحده اللي ولدتهم بوريه. سورتو حنا في تاع المدينه ولا تلقاونا بوريين، ناكلو غير الحاجات تاع ماشي في موسمها، ماشي في وقتها، دونك وهي رايحه. قلت لكم يعني ربي معنا كامل. مي الوحده تاكل تستقوى هكا، تقوت روحها، تاكل دي فيتامين تاع الصباح، تنوض، تنوض لدارها. قلت لك البيبي كي تشبعيه وتحطيه تلعب به سي يشبع ما يحوش عليك. انا جربتها شخصيا، كنت نعاني نقول كيف هاي بنتي مسكينه راهي تبكي راهي كذا، منها تغيظني ومنها تغيظني روحي عليه شغل ما كملتوش. لو كان يجي راجلي يلقى شغل ماشي مخدوم، ماشي نخاف منه ولا حيقول لي، بصح انا ما نحبو كي يجي يلقى شغل مخدوم، الحاله مسقمه، الحاله هكذا، مع انه ما كانش يهضر مي بصح يبقى الراجل راجل، دونك يحب يدخل لدارو. الاكتظاظ تاع برا والهواء تاع برا والخلوطه اللي في برا، يحب كي يجي للدار يلقى الحاله منظمه. ما نكذبوش البنات، فهمتوا؟ ماشي تقولي ما هضرش معناتها نو، ما هدرش. حتى لو كان قال لك نورمال خلي الدار هكذاك والتايب لو بيبي تاعك، وي يقولوها، مي بصح انتي لا لا، غير مرة على مرة، الله غالب نهار ما تلحقيش سابون، مرة على مرة ديريها، مي يوميا يوميا يوميا، لا لا، يلفو تنوضي لروحك. قلت لك كي تشبعي، انا جربتها شخصيا، كي نشبعها ونحطها ونسقمها ونلبس لها وخلاص تولي هي تبعد عليا، هي تكره، تولي تحوس تلعب جهه واحده اخرى، تولي تحوس. وكيما كنت قلت لكم انايا، انا بوغ الشاشات مي في سن معين، سي بون الطفل يبدا يهضر، كاين لو كونتاكت فيزوال بيناتكم، بين مهبه بين الناس، ما يخافش، ما يقعدش يبكي هكذا، سي بون. لو بيبي تاعك تقدر تحطيه شويه في لاتيلي يشوف، ماشي نهار كامل ما يلي ينوض هو تما، باسكو باش يولي عنده القدره على الكلام، ماشي يروح له الهضره. مي بصح ماشي تقولوا توحد وما توحد، وعافانا الله وربي ان شاء الله يبعدوا علينا. المهم يعني انا عطيتك فكره، كي تنوضي الصباح، اذا كان عندك ان بيبي واحد، كي تنوضي شبعيه لعبيه هكذا، من بعد نوضي لشغلك، كي تخليه مع لي جوي تاعو ولا عينك انتيا، راكي طيبي راكي ديري راكي تفعلي، على الاقل فتره صباحيه تاعك جوز مليحه، ما انتي تكوني مرتاحه. بصح راح نعطيكم واحد لو سكري اللي يخلي الفتره الصباحيه تاعك تخليك تلعبي مع وليدك، وتخليك تجوزي وقت اكبر مع وليدك من 2 سوايع وطلع. فهمتوا؟ دوك وشنو هي الروتين الليلي. نعم إيه، الروتين الليلي وش معناتها يا مدام؟ شفتو سا ديبون وقتها تكملوا العشاء، تكملوا على 8 على 9، سا ديبون وقتها تعشيتي انتي وراجلك. تكملي العشاء من يسموك تغسلي الماعن من، ما تقولي ام بعد، ما تقولي نصلي العشاء، ما تقولي خلينا نرقد الطفل، ما تحوسي تروحي طيبي، ما تحوسي ديري لا تاي، ما تحوسي ديري قاعد، لا تحليه لا والو، مباشرة تعشيتي انتي والزوج، تروحي تغسلي الماعن وتخبي كل حاجة في بلاصتها. شتو حتى تشليقات الماعن لازم تجوزوها في لوجافيل، جوزي مسحة خفيفة على لا كويزين، خليها تشعل وخرجي. اذا كان عندك وقت وين انك تاكلي حاجه انتي وراجلك، حاجه تاع فاكهه، حاجه تاع ديسير، تكوني موجدتها من قبل بالسيلوفان مخبيه في الفريجيدار تاكلو. وماشي شرط هذاك اللي نقولوا حنا نشوفوه في السوشيال ميديا دوكا، التباهي نجبد الماعن تاع لا بيبليوتيك دوغي، وندير السهرة وندير الشمع وندير مرة في غرام عليه يوميا، وانتي عندك تربية، وانتي ملحقتيش في الدار، وانتي ما قدرتيش غدوة منك تخدمي شغلك، ما كيش لاحقة، عندك دراري، واحد يتربى، واحد عامين، واحد بيبي، وين بالسهرات تاع الليل بالماعن هادوك اللي شابين دوغي وعلى باليش نو، حاجة خفيفة وبس. المهم تكسري لا روتين انتي والزوج، وهذا ما كان. اذا كان من النوع اللي يحب السهرات ديري له خاطره، اذا كان حاب ياكل ولازم يشرب لاتاي ديري له، بصح اذا كان النوع اللي ما عنده حاجه مره على مره ومشي يوميا. على بالنا بلي الرجال كامل لا بلوبار يحبوا لي فروي، واش ديروا التبسي تاعو تاع الدلاع تاع البطيخ، لي فروي مشكله هكا مقطعه ان فلون، جينيرالمون هادو كاع يحبوهم الرجال، واش ديروا وخلاص. بصح باش تقعدي انتي ومن بعد الماعن هادوك تاع لا بيبليوتيك اللي جبتيهم، تعاودي تروحي الكوزينه تعاودي تغسليهم، وبعد شحال راهي الساعه حنونه؟ 8 تاع الليل نقولوا يا سيدي، راهي 9، هاي لحقت 9 وانتي مازالك تدوري في الكوزينه، العشرة وانتي مازالكي مع الماعن تاع السهره، ومن بعد عاودي تخبيهم في البيبليوتيك، ومن بعد تنشفيهم خبيهم. وليدك البيبي تاعك انتيا في روحك ما تدوشي، ما تروحي لشمبرتك، ما تروحي للصالون، ما تروحي ترفدي دوزان، نهضر على الروتين تاع الليل، سمعتوني مليح؟
دونك لازم وحده تخدم بذكاء، خدمي بذكاء ماشي بجهد، باسكو تجهدي روحك ما راح تلحقي لحتى حاجه، بصح خدمي بذكاء، كل حاجه في بلاصتها وتحكمي لي ورقه وستيلو كيما راني حاكمه دوك ورقه وستيلو، وتبداي واش عندك في لاغوتين تاع الليل. مثلا عندك الماعن، اول حاجه نغسل الماعن نخبيهم، نمسح الكوزينه نمسح اللارد، نجوز لو جافيل، نحط الشيفونه تاع الطابله في لو جافيل، تبات يا سيدي غدوه من داك نرغونها ونحطها تنشف، وفي الطاقه تمتم تنشف لي، اكتبيهم كاع هذوما. عندي الحوايج ندخلهم يتغسلوا ولا نحطهم في لوط جافيل يباتوا. عندي نروح نرفد لي جوي تاع بنتي ولا تاع وليدي من الصالون، نكتب كلش، نوجد واش عندي حوايج غدوه نحطهم في الماشينه لافي. كي نوض الصباح نشعل الغفله برك، شتو لا روتين تاع الليل هادو كاع. مشي تخدمي بالراحه كي راكي تخدمي في النهار. انا نقول لك لا روتين تاع الليل، الزوج راح يكون معاك في الدار، ما ديريش بزاف الحاس والحيحايه وكامل او بوين وين يتقلق كي جاي يريح في دارو. دوزيام دي شوز، عندك ان بيبي كاببل في نص لما انتي تغسلي فيهم يسحقك وما يعرفش لو بابا. ثالث حاجه عندك روحك، والوقت راهو يضيع، الوقت راهو يمر والليل راهو يطيح ماشي النهار راهو يطلع. فهمتيني؟ انتي راكي نعسانه، انتي راكي عيانه، راكي حابه تروحي تشدي بلاصتك. شتو سما كي تخدمي حنونه تخدمي غابيدمون وكل حاجه تحطيها في بلاصتها. لا فيديو تاع البارح اللي درتها لكم تاع الكركابه، علاش قلت لكم انا تتخلصوا من الكركابه؟ باسكو لو كان تكون عندكم فائض في الماعن، انت الماعن راه جبل في البوطاجي، كيفاش تروحي تخبيه وانت عندك فائض في الماعن في البلاكار في البيفيات في القجارات؟ تجي تخبي ما تلقايلهمش بلاصتهم، دوك واش تضطري انك تخليهم فوق العين في السله، غدوه من داك تنوضي تلقايهم، ومن بعد تنوضي نفسيه مدمره، الليل كاع مرقدتيش، البيبي يبكي، هذيك يستنى منا يستنى، لما راني يتخبى والقجر لازم يتخمل. وين بيها؟ علاش قلت لكم باللي كي تنحوا الكركبه من الدار حتنقصوا 70% حتى 80%، لو كان ما نقولوش 90% من الشغل والجهد اللي راكي فيه. سمعتيني؟ انا هضرت لكم اليوم غير على الروتين الليلي، شوفوا وين دخلنا المواضيع. مازال ما هضرت لكمش على كي يكونوا عندك دراهم، كي ديري ادخار، كي ديري مصرف وتخبيه، بلي تشري حاجه اللي تنقص عليك التعب تجي مع بعضها. المواضيع متكامله راح تكون، على بها قلت لكم انا اليوم نهضروا غير على الروتين الليلي، ومن بعد نهضروا على بزاف حاجات ان شاء الله. اذا عجبتكم لا فيديو هذه ولو كان ديروا عليها جيم بزاف باش تطلع لا فيديو، صدقوني حنفرحكم في الفيديو الجايين باذن الله. وعندي ما نعطيكم افكار، عندي ما نعطيكم يعني دي زيدي تمشوا عليها، وعندي ما ننبهكم لواحد الامور ما يجوش في بالكم كامل. مي بصح دعموني في هذا لا فيديو وديروا لي جيم خياتي، هذا ما كان. دونك نكملوا في الروتين تاعنا الليلي. تخدمي كلي راهم جايينك ضياف، شتي كيما يعيطولك يقولك الو بي هذا ورانا خرجنا من الدار رانا جايين، واحد النص ساعه واحد الساعه نكونوا عندك. انتي واش ديري؟ انتي تنوضي تجري، اذا كانوا ما عند تنوضي تمتم ترغونيهم وحتى يقطروا، اذا كانوا حوايج تنوضي تمتم تخبيهم في الماشينه لافي المسخين، اذا كانت عندك تاع الطوبيان تمتم اما تطويهم اما ترميهم في الخزانه. بصح انا ما نقولكش رميهم في الخزانه ديالك، نو، انت طويهم غابيدمون، اطوي اطوي اطوي، خبي بيله بيله هكا، ديري وحده فوق وحده وخبي في الخزانه. اذا كان عندك فراش تمتم سقمي الفراش تاعك حتى ترقدي فيه. اذا كان عندك على باليش مسحه خفيفه على الدار جوزيها على لا شومبر تاعك، على الصالون تمتم نوضي فرزيه. اذا كان كاس مثلا هذا كان في الصالون هكذا شرب الزوج وخلاه تمتم، انتي رفديه روحي حطيه في الكوزينه، لي جوي تاع ولادك رفديهم تمتم. اذا كانت مسحه خفيفه على الغبره شغل اخدمك اللي راهو جايك ضيف، وكل شومبره اعطي لها 5 دقائق ماكسيموم. ماكسيموم هذا اذا شوفي اذا طلعتي للبلافون 10 دقائق، شوفي تكملي 10 دقائق اخرجي من الشومبر، حتى لو كنت تكوني ما كملتيش تمتم اخرجي. لازم ديري في بالك بلي انا في 10 دقائق نكون كملت لا شومبر كاع، الصالون نكون مسحت الغبره مسحت له اللارد، تمتم حاجه خفيفه، رفدت الصبابط حطيتهم في البورت شوسيور، رفدت لي مونتو علقتهم، حجابي وخماري كان فوق البنك نط، رجعت كل حاجه لبلاصتها. وهنا تاني حاجه اساسيه، كي تدخلي للدار الحجاب في بلاصتو، الصباط في بلاصتو اكرمكم الله، الخمار في بلاصتو، الصاك في بلاصتو، حجه ما تخليها كاين في فوق بنكك، حاجه متخليها فوق الفوتاي تاعك تاع الشومبره ولا في الصالون ولا.
مام الزوج عوديه، مام الأطفال تاعك بداو يكبروا عوديهم باللي غير يدخلوا للدار يروحوا يحطوا صباطهم في البورت شوسيغ ويلبسوا البليغه تاع الدار، يروحوا يغسلوا يديهم، يروحوا بعد يستقهواو، ياكلوا حاجه ويجوا، اذا لعبوا اذا كاينه روتين يمشوا عليها. عودي اطفالك كانوا في الروضه ولا راهم دخلوا يقراو، لازم من الاول يتعلموا باللي ينحوا حوايجهم، يحطوا الحوايج اذا كانوا موسخين في السله الموسخه، ولا يعلقوهم يضربهم شويه هواء ولا في الطاقه ولا من الريحه اللي كانت يعني لابسينها نهار كامل، يلبسوا البيجاما يروحوا يطرفوا روحتهم يلبسوا البيجاما تاعهم، يحكموا اما بلاصتهم، اما اذا تفرجوا كاش حاجه قبل ما بداو يقراو، اما بداو يقراو، اما حاجه انشطه دينيه ديريها معاهم، باسكو الله غالب ولادنا امانه في رقبتنا، ما عندناش حل، امانه في رقبتنا. انا غدوه ما راح نتحاسب على داري، ما راح نتحاسب على الميناج اللي ما درتوش، ما راح نتحاسب على الطياب اللي ما طيبتوش، ما راح نتحاسب على التسياق اللي ما سيقتوش، بصح انا حنتحاسب على راجلي ونتحاسب على ولادي ونتحاسب على صلاتي، واول حاجه حنتحاسب عليها صلاتي. انا لو كان في النهار كاع وانا ضيعت روحي تخمل كامل وما صليتش الظهر تاعي الحق الظهر وما صليتش، انا كيفاه مع ربي غدوه من داك؟ اول حاجه صلاتي حنتسال عليها نفسي انا، ثاني حاجه اولادي وزوجي. اكو تشوفوا يعني ترتيب الاولويات في حياتنا كيفاه. احنا وش درنا؟ احنا سبقنا الدار اللي ما عندها حتى ترتيب الهي ما بين هذه الثلاثه، وخلينا بعد أنفسنا هما الآخرين، وبعد شكون سبقنا؟ الزوج والأولاد. أنا إذا ما كنتش مليحة كيف حنجوز وقتي مع أولادي وراجلي؟ كيف حنقدر نعطيهم اهتمام ونعطيهم حنانة ونعطيهم حاجة مليحة؟ أنا إذا صلاتي ما صلتش كيفاش ربي يوفقني معاهم؟ كيفاش ربي يخليني نعاملهم؟ شتو علاش ربي قالنا النفس أولا؟ احنا دايما نسبقوا إيه على بالي كأم وكامل تسبقي ولادك عليك وتضحية، راح نسبق في واحد الأمور، أني أنا مثلا ما ناكلش الحاجة ما كاش، ما عنديش، ما كاش وش ياكلوا ولادي، ما ناكلهاش وياكلوها ولادي، ما نلبسهاش ويلبسوها ولادي، هنا نضحي. صح في أني نضحي أنا في عباداتي وهما يعبدوا ربي وأنا ما نعبدش ربي، لا لا هنا ستوب، نو، هنا مهما كان ولادي ولا راجلي عباداتهم أولى من عباداتي، نخلي عباداتي أنا ونخليهم هم يقوموا بعباداتهم وعلى حسابي أنا وعلى حساب ربي أنا، لا لا، ربي أولى. فهمتوا؟ هنا أما أنا مثلا في حاجة تاع ماكلة ولا إذا وليدي كلا مثلا دوك يجوني انتقادات يقولوا لي لا لا انتي لازم تاكلي وانتي إيه، أنا تاني لازم ناكل، بصح كاين مرات الإنسان يكون ما عندوش كيفاش يقدر ياكل هذيك الانشخبي هذاك، يقدر هو يا سيدي نعض معاه شويه بصح نعطيلو لا غروند كونتيتي ليه، باسكو يقعد طفل ويحتاج، انا صح نحتاج، بصح انا على بالي بلي بلوتغ رايحه ناكلها نقدر نصبر، بصح وليدي ما يقدرش يصبر عليها، انا ما نقدرش نشري دوكاتيك روبا وانا عندي، بصح وليدي ما يقدرش يقعد بلا ليكوش. فهمتوا مثلا؟ هذا هو اللي راني نهضر عليه انا، باش ما تروحوش للتعليقات السلبيه، مع اني قلت لكم راني مرحبة بالتعليقات لكن المهم يكونوا بطريقة لبقة، هذا ما كان. دونك نعاودو نرجعوا للموضوع تاعنا اليوم اللي هو الروتين الليلي. علاش قلت لكم الروتين الليلي عنده أهمية كبيرة كبيرة كبيرة، لو كان نقدروا نخدموا عليه بصح لازم بطريقة ذكية. العشاء يطيب مع وقت الفطور، انت كي تنوضي وتحطي ثيابك عتملي داك ساعه ساعه ونص مثلا، اكيد ضيعتي شويه وقت، ولا راهو في يدك حطي هذيك القدره راهي طيب تاع العشاء وتاع الفطور او ميم طون، عاد 8 تاع الصباح طيبي، عاد 9 على 10 الوقت اللي نوضتي فيه مع وليدك، ولا سي تنوضي قبله اذا كان بدا يتسقم رقاد، واذا انت بديتي تريحي شويه معاه منه بالك ماهوش يبكي بزاف في الليل كيما كان ام بيبي، دونك كي تلقاي شويه فرصه تنوضي ساعه قبله راكي في الفايده، تقدري انك يعني تشربي على الاقل قهوتك في عقلك، تقدري على الاقل تصلي وتقري قرانك في عقلك، يعني تركزي مع ربي، فهمتوا؟ يعني ديك الساعه يا سيدي خليها ليك باش انت تكوني بنفسيه مليحه. بصح توجور نقول لكم الروتين الليلي هو اللي يخليكم ديروا الصباح واش تحبوا، هو اللي يخليكم تكونوا ملاح، فهمتوني اش حبيت نقول لكم؟ سما لا روتين تاع الليل هي الاساس وهي لو سوكري تاع غدوه من داك،
حنا ربي سبحان استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حكيتها لكم الحكاية تاع فاطمة بنته، كيما كانت حابة يعطيها خادم وما قبلش وكامل، جا ليها في فراشها هي وراجلها، قعد هكذا في طرف الفراش وقالها ادعي هذا الدعاء في الليل، ربي حيعاونك غدوة من ذاك. اللي قالها الرسول انك تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الله أكبر 34 مرة، تذكريهم وانت في فراشك مغطية وتكوني رايحة ترقدي وتقولي الشهادة ودعاء النوم وترقدي. قالها صدقيني غدوة من ذاك كي تنوضي ما راحش تأمني عقلك، يعني ما راحش تصدقي، انا نقول لكم ما راحش تصدقوا الطاقه اللي تكونوا فيها، ولا شكون راح يعاونكم، ولا ملائكه من السماء راح يهبطوا يعاونوكم، يعني ما نبناش. المهم هذا الدعاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام البنت فوالا البنت، لأنها طلبت من باباها يجيب لها خادم، وبكري كانت باينة بلي كانت كاين الخادم هو اللي يعاون. دونك إلا هنا باش ما نطولش عليكم في الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا ديتوا النقاط كامل كتبتوهم. نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله، ما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك البنات. نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله، سلام.